بأسهل وأبسط طريقة هتعملي خلية نحل واخدة لون ذهبي من بره وطرية من جوه بعجينة قطنية وهشة جدا، وهتنجح معاكي من أول مرة. شايفة بقى الجمال والحلاوة؟ خطيرة. تعالي نشوف بقى عملناها ازاي. هنجيب بقى بولة وهنزل فيهم بمعلقتين من الخميرة الفورية، 3 معالق من السكر، نص كوباية مية دافية أو كوباية مية صغيرة. هغطيها بقى عشان اختبر الخميرة. أول ما تلاقيها عملت فوم كده يبقى شغالة تمام. هنزل بكوباية من الحليب أو اللبن، معلقتين من الزيت ومعلقة من الزبدة و3 كوبايات من الدقيق المنخولين كويس جدا، وهنزل برشة من الملح أو معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، وهبدأ إن أنا أعجن كده العجينة بتاعتي لحد ما الدقيق يبدأ يختفي تماما. أنا عايزة العجينة تكون طرية، لو احتاجت منك دقيق زوديها. أهم حاجة أنا عايزة عجينة ناعمة طرية ما بتلزقش في إيدي بالشكل ده. بعجنها لمدة ربع ساعة وبتبقى بالجمال ده. أحطها بقى في البولة وأغطيها وأسيبها بقى في مكان دافي لمدة ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير. أول ما تلاقيها اختمرت بالشكل ده هبدأ بقى أخد كور صغننة كده، بتبقى حجم الكورة كده من 18 ل 20 جرام، يعني الشكل ده بالويم كده كرة صغننة. تقدري تسيبيها سادة، تقدري تحشيها بقى بالجبنة، بالنيوتيلا، بالشوكولاتة، أي حشوة انت عايزاها، أي حاجة تحبيها احشيها. وابدأ كده أكورها بالشكل ده. صينية عندي مدهونة مادة دهنية، وابدأ ان انا احطها في الصينية. برضو تقدري تحشيها جبنة فيتا، وبقفل عليها الكورة كويس جدا وارصهم في الصينية. هاجي بقى في الجزء التاني او السطر التاني بحط في الفراغات عشان انا عايزه اعمل خلية نحل، واغطيها بفوطه واسيبها تخمر. صفار بيضه، معلقتين من اللبن او الحليب، ومعلقه صغيره من الفانيليا. وده بقى الخليط اللي هندهن بيه وش خلية النحل بعد ما خمرت. هبدأ ادهن الوش بالشكل ده علشان ياخد اللون الذهبي اللي انت شفتيه في اول الفيديو. فرنك شغال على درجة حرارة 190 في الرف الوسطاني، وبرش بقى الوش كده شوية سمسم كده وادخله الفرن. بياخد ربع ساعة ويطلع بالجمال وبالحلاوة وبالطعامة دي. هغطيه بقى علشان يبقى وشه طري كده من غير مية ولا أي حاجة. شايفة بقى هشة العجينة قطنية ازاي؟ تقدري بقى تدهني الوش كده عسل أبيض. ميكس العسل مع الجبنة خطير يجنن، وتقدري تسيبيها كده سادة، بس عايزة أقولك تجنن. جربوها، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع لجوع آخر الليل. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.